السؤال ده مهم جدا وناس كتيره جدا بتكرره وبتقول ان حضرتك يعني عندك حضرتك وكابتن شوقي كمان، شوقي غريب، لان يعني انت عارف دلوقتي الموضوع بقى بينكم وبين بعض. طبعا انتوا الاثنين، اولا ايه رايك في اختيار الكابتن شوقي غريب كمدير فني للمنتخب الاول؟ لا اكيد طبعا، يعني شوقي من الاسماء المميزه في الكره المصريه دلوقتي. لو قلنا في مجموعه مدربين يعني غير حسام وغير شوقي، في مجموعه مدربين مميزين، ويمكن في الفتره الاخيره بقى في قاعده من المدربين المميزين، وده شيء طبعا جيد. في اكتر من مدرب، في مش عاوز اقول اسماء عشان ما ننساش حد، لكن في مدربين كتير على الساحه طبعا مميزين. شوقي احد هؤلاء المدربين، ويمكن في فتره من الفترات طبعا اما كنت ماسك النادي الاهلي، ويمكن كان حصل تغيير مدرب منتخب مصر في الوقت دوت، وكان في ترشيحات. انا من الناس اللي رشحوا شوقي غريب في الوقت دوت. نعم. وقتها كنت ماسك النادي الاهلي. فاذا قلنا عن يعني قبل مستر بوب برادلي، قبل ما برادلي يمسك بالظبط، كان في يعني تكهنات وفي ترشيحات كثيره، ويمكن كنت انا في احد البرامج ورشحت شوقي غريب لهذا المنصب. يعني حضرتك شايف ان الكابتن شوقي غريب هو الاصلح حاليا لتولي المنتخب الاول؟ اكيد هو يصلح نعم. لتولي المنتخب الاول. يعني فترات طويله قعدها مع المنتخب، مسك فرق كتيره. اكيد هو مؤهل طبعا لهذه المهمه، وبتمنى له ان شاء الله التوفيق والنجاح باذن الله. هو ليه يا كابتن دايما مع بدايه تعيين اي مدرب وطني او اي مدير فني وطني بيبدا تك 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 هجوم 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 هجوم؟ حتى مع حضرتك يعني هتكلم عليك وهتكلم على الكابتن شوقي الحقيقه، لكن يعني مثلا من ساعه ما تم تولي الكابتن شوقي مهمه المدير الفني وبعد كده هحكي لك بقى، لان احنا الكلام معاك هيبقى كتير. لكن الكابتن شوقي برضو من ساعه ما تولى الاداره الفنيه للمنتخب الاول او تم الاعلان عن اسمه الحقيقه، وهجوم هجوم. وبعدين انت يعني كل واحد يقول من حقه طبعا يقول وجهه نظره، مفيش مشكله، ولكن تمام. في النهايه ان انا اقول يعني في ناس كبيره وقامات رياضيه كبيره قالت الكابتن شوقي لا يصلح ان هو يكون كذا. ليه الهجوم ده على المدرب الوطني؟ يعني سيبك من الكابتن شوقي، خلينا نتكلم بعيد عن الاسماء، ونتكلم حتى بعيد عن شوقي وبعيد عن حسام. اولا يمكن طبعا ما فيش معايير بشكل منطقي موجوده، فبالتالي كل ما بيحصل ترشيحات لاي مكان بتلاقي يعني بيحصل خلط في الامور، فبالتالي ما بيبقاش فيه معايير ثابته. فبالتالي بتلاقي الاراء كثيره، واللي عنده يعني القدره ان هو يتكلم بيتكلم طبعا وبنحترم كلامه، واللي ما عندوش القدره بيتكلم. فعدم وجود معايير ثابته ايوه هي دي طبعا اللي بتعمل شيء من المشاكل، وبتخلي فيه يعني خلط ما بين الامور بشكل كبير جدا. في نفس الوقت عاوز اقول طبعا بيبقى في تنافس، لكن التنافس موجود في كل حته، لكن لازم التنافس يبقى منطقي، لازم التنافس يبقى على اساس واذا ما كانش الانسان هيقدر يصل الى انه يقيم نفسه بشكل كويس، فبالعكس هيفضل متاخر على طول ومش عارف هو فين. فدي مشكله كبيره جدا عندنا. يعني بغض النظر طبعا عندنا بقول مجموعه كبيره من المدربين الاكفاء، مظبوط، وكلهم قادرين ان هم يتولوا مسؤوليه منتخب مصر، وقادرين ان هم يتولوا منتخب الاولمبي، لكن ساعات بقول بيبقى في البعض بيبقى بعيد